السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. أنا اتأخرت عليكم كام يوم لظروف صحية، ولكن النهاردة رجعت لكم الحمد لله. أولا تعالوا بينا ندخل في أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين دايما في أخبار النادي الأهلي. الأهلي بيستعد لموقعة رادس أمام الترجي التونسي، وقفل صفحة السوبر تماما من وهو على الطيارة. كولر طلب من اللاعبين قفل صفحة كاس السوبر والاستعداد جيدا فكريا وذهنيا قبل التدريبات والتمرينات لمباراة الترجي التونسي في افريقيا ان شاء الله. وهو ده قدر لاعيبة النادي الاهلي، ان هي تفرح بالبطولة اللي تفوز بيها لمجرد ساعات وتقفل صفحة البطولة نهائيا، عشان خاطر مطالبة ببطولة تانية اللي هي مشتركين فيها يركزوا، لان الجماهير النادي الاهلي دايما متعطشة للفوز بالبطولات ولا تقبل غير الفوز بالبطولات. عايز اقول لكم على حاجة، ان الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا واللي بيتقال في الاعلام في الفترة ديت ان كولر قال لإدارة النادي الأهلي هيتم الاستغناء عن فلان ويتم الاستغناء عن فلان، ان كولر وافق على احتراف مش عارف احمد عبد القادر، لا احتراف اليو ديانج، لا احتراف قفشه. لا، كل الكلام ده عاري تماما من الصحة، ومن مصدر مسؤول من إدارة النادي الأهلي قال لك ان كولر الراجل ما بيتكلمش في اي حاجة، راجل مدرب محترف، عارف امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، عارف امتى يتكلم عن اللاعب بتاعه وامتى ما يتكلمش، ومستحيل ان هو يتكلم على حاجة زي كده في نص الموسم. عشان كده اي كلام بيتقال على السوشيال ميديا ولا في الاعلام بخصوص ان كولر بيستغنى عن اللاعب ده او اللاعب الفلاني، او هيسيب اللاعب الفلاني يحترف او ده كله كلام عاري تماما من الصحة. وهثبت لكم الكلام ده في اخبارنا قدام. خد يا عم الاثبات اهوت وبسرعة. اليو ديانج اليو ديانج صرح بانه يعني ان شاء الله باذن الله هو هيجدد للنادي الاهلي، مش هيروح ولا هيحترف ولا بيفكر في الاحتراف ولا هيطلع من النادي الاهلي. وقال سيتم التجديد للنادي الاهلي، ولا صحة لاي كلام خارج من الاعلام. وقال ان في هناك ناس تريد تعكير الصفو بيني وبين النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عشقي الوحيد، وأجد راحة نفسية لم أجدها بأي مكان آخر. الأهلي أصبح بيتي الذي أشعر فيه بالاستقرار. الله عليك يا ديانج. هو ده اللي يقعد في النادي الأهلي ويلعب في النادي الأهلي، زي ما طلع أحمد الشيخ وقال لك اللي يلعب في النادي الأهلي فترة يفضل يعيش على ذكراها. ادي اليو ديانج، وادي الكلام الجميل اللي بيقوله عن النادي الاهلي. حسين الشحات بقى انهى ملف التجديد بتاعه ومضى خلاص على العقود. مبروك لحسين الشحات، وقفل باب التكهنات اللي يقول لك الخليج واللي يقول لك بيراميدز والاشاعات والقصص والحوارات اللي كانت بتطارد حسين الشحات خلاص مضى على العقود وانهى موضوع التجديد. حسين الشحات والاهلي اخر روقان مع بعض. كولر بقى بينوي التغيير في تشكيل النادي الاهلي، 3 مراكز او 3 لاعبين ناوي كولر ان هو يتم الدفع بيهم في تشكيلة النادي الاهلي امام الترجي التونسي المباراة اللي جاية ان شاء الله. كولر عايز يلعب راس حربة كهربا بدلا من محمد شريف. هيبدأ بكهربا على حساب محمد شريف، وفي نص الملعب هيبدأ بعمرو السولية على حساب القندوسي، وهيبدأ اللهم صل على حضرة النبي، يبدأ بحسين الشحات على حساب احمد عبد القادر في المباراة اللي جاية ان شاء الله. ربنا يوفق النادي الاهلي واي حد النادي الاهلي او كولر هيبدأ بيه اللقاء، واي حد هيبدأ وهيلبس تيشيرت النادي الاهلي سواء في الملعب او بره الملعب، كلنا في ظهره وكلنا بنسنده وكلنا بنساند اي حد
بينتمي للنادي الاهلي. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، يعمل مباراة عالية جدا في رادس باذن الله، توصله باذن الله مرتاح باذن الله للمباراة النهائية ان شاء الله. تعالوا بقى نتنقل من اخبار النادي الاهلي للاخبار اللي احنا دايما بنحبها وبنحب نتكلم فيها، وبنجيب كل جديد وكل حاجة بتخص النادي الاهلي لعشاق القناة وعشاق جماهير النادي الاهلي. عايز اتكلم على الكلمتين اللي قالهم مدرب بيراميدز عن النادي الاهلي بعد المباراة، الكلمتين اللي رماهم واللي الكل خد الكلمتين وفسرهم واولهم بالطريقة اللي هو شايفها واللي هو عاوز يشوف الكلام او يعرف الكلام بيهم. طبعا الاغلبية راحت في اتجاه واحد بس، ان المدرب بيقلل من النادي الاهلي وان هو بيشكي من ظلم التحكيم. طيب، لو هو بيشكي من ظلم التحكيم، هو قابل النادي الاهلي 3 مرات في نهائيات، 3 نهائيات. باتشيكو قابل النادي الاهلي، للي ما يعرفش، 3 نهائيات. اول نهائي قابل النادي الاهلي في المباراة الشهيرة وهو بيدرب نادي الزمالك في بطولة افريقيا، المباراة الشهيرة بالقضية ممكن اللي ورايا دي، وبتحكيم اجنبي، وقدر النادي الاهلي انه يفوز عليه ويخطف كأس البطولة، كأس بطولة افريقيا منه. والمباراة الشهيرة لغاية دلوقتي والكل عارفها اللي هي القاضية ممكن، ديت حاجة. المباراة التانية كانت في كأس مصر وبتحكيم اجنبي، والنادي الاهلي تفوق عليه وخد كأس مصر برضه. المباراة الثالثة اللي هي مباراة كأس السوبر اللي عدت ديت وبتحكيم مصري، والنادي الاهلي تفوق عليه 1-0 بس، في حين ان مع الحكام الاجانب فاز في مباراة في مباراة الزمالك 2-1، في مباراة نهائي الكاس 3-0، وفي المباراة الأخيرة بتحكيم مصري 1-0 بس. وهو عارف ان النادي الاهلي اتظلم تحكيميا في المباراة ديت، وعارف ان النادي الاهلي ما خدش حقه في المباراة النهائية دي. ولو كان بيتكلم عن الظلم، طب انت كنت بتلعب في افريقيا وطلعت منها، بتلعب في الكونفدرالية وطلعت منها 0 اليدين، فشل من فشل لفشل لفشل. في الدوري الممتاز انت في تراجع مستمر لمستوى نادي بيراميدز في الترتيب العام للدوري الممتاز، فده برضو فشل. فهو عارف، ولكن انا من زاوية تانية محدش بص لها، انا بعتقد ان الراجل ده لما وجه التحية لمرتضى منصور وقال انا بحييه ان هو اعتذر عن كاس السوبر، كان المقصود منها حاجة تانية، مش تقليل من النادي الاهلي، ولكن هو احتراما وتقديرا للنادي الاهلي كمان. انا بعتبر الكلام ده كده. ليه؟ لان هو عارف ان نادي الزمالك في الفترة دي قليل جدا جدا جدا، وان نادي الزمالك لو كان جه السوبر، كانت المباراة انتهت في وقتها الاصلي للمباراة وبفوز ساحق للنادي الاهلي على نادي الزمالك. الراجل لما جه ولعب النادي الاهلي في مباراة السوبر، عرف قد ايه النادي الاهلي قوي جدا، عرف قد ايه النادي الاهلي مش سهل، عرف ان قد ايه النادي الاهلي كان يقدر يعلم على نادي الزمالك ب... بسكور في المباراة ديت. ومش انا اللي بقول كده، ده اللي بيقول كده ابناء نادي الزمالك واللي بيخبطوا في النادي الاهلي. ارجع له تصريحات بشير التبعي وشوفوا بشير التبعي قال ايه. قال لك ان نادي الاهلي لو كان نادي الزمالك لو كان لعب كاس السوبر دوت، كان هيشيل كتير جدا من النادي الاهلي، وكانت النتيجة هتعدي باكتر من 5 وب6 في المباراة ديت. النادي الاهلي بيراميدز عمل مباراة كبيرة جدا جدا قدام النادي الاهلي، فالراجل عارف ان النادي الاهلي قوي جدا، وهو كان جاي وعامل خطة فيها تحفظ كبير جدا انه ما يدخلش فيه اهداف، ولكن هو شاف قوة النادي الاهلي في المباراة. عشان كده قال ان مرتضى منصور عمل الصح لما هو ما جاش او جاب نادي الزمالك، وان هو عمل الصح كمان ان هو اداله فرصة ان هو يظهر في النهائي او في كاس السوبر عشان تحصل المباراة العالية جدا جدا جدا
ما بينه وما بين النادي الاهلي، واللي اشاد بها كل النقاد المصريين والنقاد العرب، بان ديت اقوى نسخه لكاس السوبر اتلعب فيها مباراه ما بين النادي الاهلي وما بين اي فريق، وهو فريق نادي بيراميدز. ولو فعلا النادي الزمالك وصل للنادي الاهلي في المباراه ديت، كان الزمالك شال كتير، وكانت هتبقى فضيحه بجلاجل بالنسبه لنادي الزمالك. عشان كده انا ببص لكلام باتشيكو من زاوية تانية خالص مختلفة عن الكل، وده بالنسبة لباتشيكو وكلامه عن النادي الأهلي. عايز أقول لكم على حاجة بقى واتنقل لحاجة تانية. لجنة الانضباط كانت عايزة تعمل الصح مع النادي الأهلي. لجنة الانضباط مش ناسية موقف النادي الأهلي منها وإحراجه ليها قدام الرأي العام، وإن هو وقف في وشها ووقفها قانونيا عند حدها وخلاها ما تظلمش اللاعب بتاعه ودافع عن اللاعب بتاعه. لكنها هيهات، هي عايزة بقى تعمل أي مشكلة للنادي الأهلي وتصطاد أي حاجة للنادي الأهلي. في المباراة بتاعت السوبر واللي حصل واللي شفناه، ومحمد الشناوي وهو رايح يحوش يعني اللعيبه، او يعاتبوا اللعيب ان هو ما طلعش الكره بره. في المنظر اللي هم شافوه، قال لك والاعلام الابيض بقى صور ان كان في حرب شوارع، وصور ان كان في خناقات، وكان ناقص تتفتح مطاوي وتتفتح مش عارف ايه. فلجنه الانضباط كانت منتظره انها تيجي تجيب محمد الشناوي وتجيب علي معلول، ويتم ايقافهم وحرمان النادي الاهلي منهم في مسابقه الدوري الممتاز. ولكن تقارير حكم المباراة ومساعد حكم المباراة ومراقب المباراة لم يذكر أي شيء من الكلام ده خالص على محمد الشناوي، عن لعيبة النادي الأهلي، إن هم أثاروا أي مشاكل خالص. حتى شريط المباراة ما ظهرش أي تجاوزات من لاعبي النادي الأهلي. عشان كده فشل مخطط لجنة الانضباط عشان خاطر إن هي تعمل لعيبة النادي الأهلي. ده بالنسبة للجنة الانضباط. عايز أقول لكم على حاجة تانية. خالد الغندور اللي دوشنا قبل كاس السوبر وان الزمالك لازم ينسحب، وان مرتضى منصور لازم ياخد القرار الصح، وان كلنا ورا مجلس الاداره، بيعترف دلوقتي بالكارثه اللي حصلت لنادي الزمالك بعد الانسحاب من كاس السوبر. بيعترف ان الغرامات اللي هتوصل على نادي الزمالك هتتعدى ال 12 مليون، بل بالعكس ممكن توصل 20 مليون جنيه بسبب الهروب، او بسبب الانسحاب من كأس السوبر قدام النادي الاهلي. طب ما انا عايز اقول لك يا كابتن خالد يا غندور، انت لما بتعترف بالكلام ده انت بتقدم نفسك لجماهير نادي الزمالك تفعل بك ما تشاء، لانك انت اذيت نادي الزمالك عشان خاطر تطبل لمرتضى منصور. قعدت تطبل لمرتضى منصور وما حطيتش في دماغك انك انت بتأذي الكيان وبتأذي النادي الزمالك. انت وميدو وجمال وجمال وهزاز الرؤوس وكل الناس اللي هي أيدت مرتضى منصور وطبلت له في قرار الانسحاب، دلوقتي انتوا هتدفعوا وتساهموا في الغرامات اللي جت على نادي الزمالك، ولا انتوا بس تقعدوا تطبلوا وتعملوا في اي كلام تقولوه؟ وبتطلع يا كابتن خالد تتكلم، مش هقول لك كابتن، لا انت ما تستاهلش كلمه كابتن، وانا هقول لك يا خالد يا غندور، انت بتطلع تهتش وتنتش في اي كلام تقوله بدون اي درايه او معلومه اعلاميه عندك عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. وادي انت ورطت نادي الزمالك، وجاي دلوقتي بتعترف بالكارثه اللي حصلت لنادي الزمالك بعد الانسحاب. ده بالنسبه لخالد الغندور. عايز اقول لكم بقى حاجه هختم بيها. قبل ما اختم بقى عايز افكرك والناس اللي بتسمعني لغايه دلوقتي، من فضلك انزل اعمل لايك وشير عشان خاطر الحلقه تلف اليوتيوب كله باذن الله، وتلف بفضل لايكاتكم يا احلى جمهور في الدنيا. مسلسل مرتضى منصور اللي لسه متواصل لغايه دلوقتي، واللي عامل زي مسلسل الافلام الهنديه، انا عايز اقول لكم ان انا اختصرت لكم المسلسل كله في
قناة الأهلوية في الريف وقلت لكم وفضلنا ثابتين على رأينا مرتضى منصور معزول، ولا رجع لمرتضى منصور، وانتهى مرتضى منصور خالص. والموضوع قلت لكم ان هم خدوه من البداية على حجرهم وخدوه سنة سنة، وموضوع مشيه هيبقى برضه سنة سنة عشان خاطر ما يحصلش فيه قلق. وخلاص احنا وصلنا في المرحلة الأخيرة، ومرحلة الطبطبة انتهت، وانتهى عصر الطبطبة، وانتهى عصر مرتضى منصور. الأولمبية خلاص خلصت الموضوع وأعلنت إن مرتضى منصور، وحل مجلس إدارة نادي الزمالك كمان. وكان الموضوع في مجلس إدارة نادي الزمالك اللي هو بيساند مرتضى منصور، ورافض إن هو ياخد أي قرارات لوزارة الشباب والرياضة ينفذها. وهو كان بيقول، حتى كمان كان بيقول إن إحنا هنخلي مرتضى منصور يبقى رئيس، ولكن رئيس شرفي ويبقى ليه صلاحيات التنفيذ، وهو اللي يقول. وعشان كده هم كانوا مسحوبين، هو يقول اي كلمة وهم يمشوا وراه. وعشان كده الوزير كان من بدري قوي قلت لكم ان في لجان تفتيش سرية موجودة في نادي الزمالك لما كان محبوس مرتضى منصور. النهاردة ومن اسبوع برضه لجان التفتيش دي رجعت، ولكن لجان التفتيش لما رجعت هي واخدة كل حاجة، وواخده كل، وعرفت كل اللي هي عايزه تعرفه، وكل المخالفات على مجلس الاداره، وعملت التقرير بتاعها من بدري قوي وهو في السجن. ولكن سابت التقرير لوقته ولظروفه، لما يشوف الناس ديت هتتصرف ازاي، هتمشي بالذوق ولا هيجوا غصب عنهم، عشان محدش يقول ان في تدخل حكومي في الرياضه المصريه او في نادي الزمالك، وما يدوش حد فرصه ان هو يتكلم ان في تدخل حكومي. لما راحت لجنة التفتيش تاني اسبوع، طبعا هم عاملين التقرير بتاعهم، وبناء عليه التقرير اتبعت للأولمبية ان في مخالفات مالية، والحاجة الوحيدة اللي تشيل مجلس إدارة نادي الزمالك هي المخالفات المادية. عشان كده اللجنة الأولمبية أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل. كلهم بقى يروحوا بيوتهم، يبقوا ايه، يستندوا على مرتضى منصور، ويبقوا يطبلوا له هناك في بيوتهم بعيد عن نادي الزمالك. خلي نادي الزمالك ينضف، خلي نادي الزمالك تمسكوا لجنه لغايه ما تيجي الانتخابات ينتخبوا اللي هم عايزينه، واللي يوقف نادي الزمالك على رجليه. اعزائي المشاهدين، خلصت اخبارنا لكن ما خلصتش حكايتنا. بشكركم جدا جدا جدا، وما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة عشان تلف اليوتيوب. واللي بيسمعني لأول مرة من فضلك انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتكم، قناة الأهلوية في الريف. شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.